الأهمية الدينية والتاريخية لمكة المكرمة، فقد شهدت حوادث كبيرة وكانت مطمعا للمخربين الطامعين في دين الإسلام على مر التاريخ. واليوم بإذن الله تعالى نذكر لكم أكبر هذه الحوادث التي اقتلع فيها الحجر الأسود وسرق من جوار الكعبة. في القرن الرابع الهجري قام ما يعرف بالقرامطة بالهجوم المتوحش على مكة المكرمة، وقتلوا نحو 1700 حاج، عندما كان معظمهم متمسكا بأستار الكعبة المشرفة. كما أنهم قتلوا في حملاتهم الوحشية نحو قرابة 30,000 منهم الكثير من العلماء والفقهاء، وقاموا بإرماء جثثهم في بئر زمزم دون أن يغسلوا أو يكفنوا. كما اقتلعوا الحجر الأسود وسرقوه مع النفائس والحلي الموجودة في الكعبة المشرفة. فمن هم القرامطة وما قصتهم مع بيت الله الحرام؟ القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان في الأهواز، ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. هجوم القرامطة على مكة. كان القرامطة من الإسماعيلية، والذين بدأوا بالدعوة إلى الإمامة القائمة في أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأن إمامهم هو الإمام القائم الحي. تمكنوا من فتنة عدد كبير من أهل البادية والفلاحين، وضموهم إلى مذهبهم، وبدأوا بالكتابة على أعلامهم ليرفعوها أثناء القتال من الآية الشريفة في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تدرج القرامطة في دعوتهم ليجذبوا الناس إلى التشيع وإلى الإمام من أهل البيت، ثم تدرجوا شيئا فشيئا إلى الإباحة والغلو، حيث ذكر القاضي عبد الجبار عنهم: ألا ترى أن من بالإحساء من القرامطة والباطنية لما غلبوا شتموا الأنبياء وعطلوا الشرائع وقتلوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوهم واستنجوا بالمصاحف والتوراة والإنجيل. اتخذ القرامطة موقفا عجيبا مع الحجاج وقوافل الحج. ففي موسم الحج في عام 17 و300 من الهجرة هاجم قرامطة البحرين مكة المكرمة بينما استحلوا حرمة بيت الله الحرام، وبدأوا برفع سيوفهم على رقاب الحجيج، وسلبوا كسوة الكعبة الشريفة، كما قاموا بخلع باب الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه حتى احتملوه إلى بلادهم نحو 22 سنة حتى أعادوه إلى مكة المكرمة. وجاء القرامطة حين ذاك بأعمال السلب والنهب في مكة المكرمة، وقتلوا نحو زهاء 30,000 من أهل البلد ومن الحجاج، وعملوا على سبي النساء. وفي هجوم القرامطة كانوا أشد بطشا في حصد رؤوس المصلين والطائفين، حتى إنهم يتبعوا من يهرب إلى الجبال والوديان خشيا من بطشهم. وحين ذاك صاح الناس على القرامطة وسألوهم: أتقتلون ضيوف الله؟
فيرد عليهم القرامطة بأن من يخالف أوامر الله ليس بضيف له. في هذه الحملة الوحشية وصل عدد القتلى إلى نحو 30,000 شخص، بينما رمى القرامطة جثث القتلى في بطن بئر زمزم، ودفن منهم الكثير دون أن يغسلوا أو يكفنوا، بل عملوا من جثثهم كومات متراكمة. وأنشد حين ذاك أبو طاهر بالقرب من الكعبة للبيت التالي: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ومع الحملة الوحشية للقرامطة في قتل الحجاج والاستيلاء على أموالهم ودفنهم دون أن يغسلوا أو يكفنوا، فقد قاموا بأعمال النهب والسرقة لمعظم النفائس والحلي الموجودة في الكعبة، بما في ذلك ستار الكعبة المشرفة، كما قلعوا الباب وعمدوا به إلى ميزابها لقلعه، وأرسلوا واحدا منهم إلى سطح الكعبة، إلا أن أمر الله نفذ في سقوط المرسل ميتا في الحال من على السطح. ومن فجر القرامطة فقد سرقوا الحجر الأسود بعد اقتلاعه بالفأس أو المقلاع وحملوه معهم إلى البحرين. وقد أضافت مصادر تاريخية قائلة إن أبا طاهر ضرب الحجر الأسود بفأس كانت بيده، وذلك في محاولة لقلعه، فانكسر الحجر، ثم التفت إلى الجموع هناك قائلا لهم: أيها الجهلة، أنتم تقولون إن كل من يرد البيت فهو آمن، وقد رأيتم ما فعلت أنا إلى الآن. فتقدم إليه رجل من الحاضرين ممن كان قد هيأ نفسه للموت، فأمسك بلجام حصان أبو طاهر وأجابه قائلا: إن معنى ذلك ليس كما قلت، بل إن المعنى هو أن من يدخل هذا البيت عليكم منحه الأمان على نفسه وماله وعرضه حتى يخرج منها. فامتعظ القرمطي وتحرك بحصانه دون أن ينبس ببنت شفاه. وجاء في التاريخ: في هذه الحملة الهجومية قتل العديد من العلماء المحدثين، وذلك أثناء الهجوم الذي هاجم به القرامطة على الحجاج أثناء طوافهم. من أشهرهم الحافظ أبو الفضل بن حسين الجارودي، بالإضافة إلى شيخ الحنفية في بغداد أبو سعيد أحمد بن حسين البردعي، وأبو بكر ابن عبد الله الرهاوي، وعلي بن بابويه الصوفي، وأبو جعفر محمد بن خالد البردعي الساكن في مكة. في ذلك الوقت أنشد أحد المحدثين بيتا من الشعر بينما أحيطت به سيوف القرامطة، وكان هذا البيت الشعري يقول: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية أهل الكهف لا يدرون كم لبثوا. ظل القرامطة في طغيانهم في مكة المكرمة لمدة 11 يوما، وبرواية أخرى 6 أو 7 أيام، حتى عادوا بعدها إلى الإحساء ومعهم الحجر الأسود، بينما ذكر في بعض المصادر التاريخية بأخذ القرامطة للحجر الأسود إلى البحرين. وظل الحجر الأسود بحوزتهم حتى 22 عاما. وخلال هذه الفترة كانت هناك محاولات عدة في إعادة الحجر الأسود دون جدوى، ومنها في عرض الخلفاء على القرامطة مبلغا بقيمة 50,000 دينار مقابل إرجاع الحجر الأسود، إلا أن القرامطة أصروا على عنادهم. وعاد الحجر الأسود إلى مكة المكرمة في سنة 339، وقد حمله رجل يدعى سمبر من القرامطة، الذي أعاد الحجر الأسود بيده إلى مكانه. وبذلك انتهت محنة المسلمين في الأرجاء كافة، إلا أنها بقيت وصمة العار على جبين القرامطة. كان القرامطة من كرسوا موضوع المهدية في خدمة أغراضهم الدنيئة، مما تسبب في اندحار
انتصار جيشهم أمام الجيش العباسي مرة في عام 316، وذلك بالقرب من مدينة الكوفة، وحينها سقطت رايات القرامطة من أيديهم وفروا هاربين. وهكذا فقد عمل زعماء القرامطة على استغلال هذه النقطة مع الاعتقاد السائد حول المهدية، واتخذوها ألعوبة بأيديهم في تلك الحقبة. وبعد ذلك قامت الحكومات بملاحقة القرامطة وقتلهم، وبخاصة لأشد المناوئين للقرامطة وهو السلطان محمود الغزنوي.